الا كنتي كتعصب بزاف، هاد الفيديو هادي تقدر تعاونك بزاف. أه شحال من مره كنبقاو نعصبو راسنا على شي حوايج اللي في غالب الاحيان ما كيستاهلوش. أه وليت كنسول ديما راسي واحد السؤال، فاش نكون بحال اللي كنحس براسي غادي نتعصب، كنقول واش لهاد الحاجه هادي من بعد 5 سنين ولا 3 سنين ولا 4 سنين ولا غير عام غادي تكون مازال عندها واحد الاهميه، وغتكون مازال مأثرة عليا في الحياة ديالي. إلا كان الجواب هو لا، علاش غادي نتعصب عليها؟ يعني إلا كانت شي حاجة غير دايزة، شحال من مرة مثلا، نبداو غير بواحد المثال بسيط. مثلا كتكون غادي في الطوموبيل سايق، كيدوز من حداك شي واحد، ولا مثلا كيسبقك شي حد، ولا كيزير عليك شي حد في الطريق، تقدر تعصب وتبقى تخوت ولا تكلاكسوني بالجهد، وتقدر كاع تخسر نهارك على داك اللقطة اللي طرات لك. آه، نحاولوا اول حاجه، يعني فاش طرالنا شي حاجه مع شي شخص، الا قدرنا نلتمسوا له العذر. يعني ما تقدرش تعرف داك الشخص اولا شنو طاري ليه، شنو واقع له في حياته، علاش كيدير داك التصرف. يقدر يكون مزروب، يقدر يكون غادي عند شي حد، كاينه واحد شي حاجه اورجونت، يعني خصو يوصل دغيا مثلا. هذا غير مثال بالنسبه للسوقان والطريق، لان كيوقعوا فيها هاد الوضعيات ديال الاعصاب وديال الدباز وديال هذا بزاف. حاجة أخرى في الحياة اليومية، شي واحد دار لك شي حاجة ما عجباتكش، نحاولوا ما نبقاوش ناخذوا الأمور بحال اللي راه كلشي متعلق بينا حنايا. يعني شخص ما كتعرفوش مثلا، ما كيعرفكش، ما كيعرفش الشخصية ديالك، ما كيعرفكش زعما لا سميتك لا شكون انت. الا دار لك شي حاجه، ماشي ضروري تاخذها زعما بجديه، وتاخذ راه دار لي انا. راه شحال من مره الناس راه داك الشيء اللي كيديروه راه كيعبر على داك العذاب اللي كيعيشوه لداخل، ولا واحد الحزن كيكونوا كيعيشوه لداخل. ماشي بالضروره راه دار لك ديك الحاجه لان عنده معاك انت مشكل. فهمتي؟ يعني كنهضر بيان سور على واحد الوضعيات خاصه، فين داك الشيء اللي كيدير لك داك الشخص ما كيأذيكش بشي طريقه كبيره. يعني كتولي الا تعصبتي عاد غادي تتآذى بصح، يعني ردة الفعل ديالك كتكون هي اللي كتآذيك اكثر من داك الفعل اللي دار لك داك الشخص. فهمتي؟ يعني نحاولوا قبل ما نتعصبوا ولا قبل ما نديروا داك ردة الفعل، ناخذوا واحد، غير واحد، ما كملناش 10 ثواني غير نفكروا فيها، نقولوا واش هذا الشيء يستاهل نتعصب ونضيع نهاري ونضر صحتي ودماغي والخلايا ديالي اللي غنحتاجهم من بعد، ونبقى نحرقهم غير في هذا الشيء اللي خاوي، اللي ما عنده حتى شي معنى وحتى شي حاجه. يعني نحاولوا نفكروا بهذه الطريقه. وهذه القضيه ديال دير واحد البوز، يعني قبل ما تعصب، حبس، قبل ما دير ردة الفعل سول راسك سؤال، قول واش هذا الشيء يستاهل نتعصب عليه، واش هذا الشيء غيبقى مأثر عليا واحد المده طويله، ولا غير شي حاجه خفيفه وقعات وصافي ما تستاهلش اصلا حتى نعطيها واحد الاهميه. هذا السؤال هذا يقدر يربحكم بزاف 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 د الوقت وبزاف ديال الحوايج، يعني تربحوهم غير بهذا السؤال هذا. فعوت لما تعصبوا، حاولوا نفكروا بعقلانيه وبواحد المنطق، وهكا غادي تكون يعني نجحتي في انك دوز نهارك مزيان، وانك تيفيتي ولا تحيد عليك كاع داك الفرص ولا داك النسبه ديال انك غادي تعصب وغادي تقدر دير شي حاجه خايبه وتندم عليها من بعد. آه هذا من جهه. من جهه اخرى، غالبا ما حتى داك التعصاب اللي كنتعصبوا ولا كان هذا، كيف ما داك الشخص دار لك شي حاجه خايبه، يعني ناتجه عن واحد العذاب ولا المشكل كيحس به، حتى ردة الفعل ديالك غالبا ما شي مرات كيكون شي حد ما دار لك تقريبا حتى شي حاجه، دار غير شي حاجه صغيره اللي ما تقدر ما تشوفهاش كاع، وكتكون انت مثلا على سبه. يعني انت اصلا انت عندك واحد الحزن وواحد العذاب كتعيشه داخليا، وكتبغي غير تخرجه في ذاك الشخص. يعني كتكون كتسنى انت غير شي واحد يدير لك شي حاجه كيف ما كانت، وكتصافي كتخرج داك الطاقه السلبيه كامله اللي فيك، اللي زعما في ذاك الشخص اللي ما دار لكش اصلا حتى شي حاجه، ولا دار لك شي حاجه صغيره اللي ما تستاهلش داك الشوهه وداك الفضيحه كامل. هادشي اللي كاين. يعني نحاولوا نراجعوا انفسنا، ما نتسرعوش، التسرع راه ما مزيانش، ما نحكموش على الناس دغيا، ونفكروا مزيان مزيان قبل ما نديروا شي ردة فعل اللي تقدر
ترجع علينا بالندم وتقدر تخلق لينا شي مشاكل كبار. يعني هادشي اللي كنت باغي نبارطاجي معكم في هذا الفيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا منها. كنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم، و تهلاو في راسكم بزاف. نشوفكم في الفيديو الجاي. بسلامة.